بغض النظر انه شعراتك منكوشين ولابس قميص على شورت وتحممت لازم تلبس بيجاما، بس انه لبستهم بغض النظر. والله فتحت ضرفة الخزانة ما لقيت البيجاما دغري بوش مني، بغض النظر لقيت هذا القميص لبسته. بغض النظر قولي لي بدك تصوري لمشط حالي؟ ما انت حلو، من ضروري تمشط حالك يعني، خلقت الله حلو بينك يعني. حبة شو بدك هلا دورتي شو بدك؟ انه انت جاي تعمل لي، جاي اعمل لك شغله كتير طيبه وشي صحي، وقررت انك تفوت على المطبخ. انا ما قلت صحي. او لو سمحت ممكن تتركني احكي لخلص بعدين دافع عن نفسك. انا نظفت المطبخ ومسحت الارض ومدري شو، فت انت جبت البطاطا، هرهرنا تراب، قشرنا البطاطا، وسخنا سطل الزباله من برا، نتخطى. انتبهتي له؟ نتخطى، لكن شو حولة انا ولا عمية؟ اوكي نتخطى. سويت البطاطات، قطعتهم، ما بعرف شو عملت، نقطت زيت على الغاز مثل الزفت صار، ما بيأثر. نتخطى، بكره بننظف، بكره السبت. وإذ ابو البيس حاطط كيلو ملح مع نص حبه بطاطا، قلنا تمام نتخطى وما بناكل. ليه لكن ليه انت اللي ما حاطط ملح؟ هلا انا عم بتمسخر. اصلا انت وقفت تاكل من لانه ملح لسانك. اي والله. بس انه شيء صحي هالقد زيت؟ لا ما كل ما اكل حبتين ثلاثه بقوم صوبن. عظيم. بس بالنسبه للزيت انا حاعمل لك تشيبس. ايه طيب ما اقول لك، طب انا قليتهم بمقلى البطاطا، يعني ليه بده يطلع هالقد زيت؟ معناها الزيت ما منيح. هاي شو هاي حبة بطاطا شربانة زيت. انا نفسي اكل، طعميني. هاي حبة بطاطا شربانة زيت لشبعانة، بقول لك اسمعوا القرشة، اسمعوا القرشة. اوكي انت ما تركزي على الزيت ولا على، خليني احكي اذا بتريدي. بس بدي اشرح لك هالنقطة واعمل اللي بدك اياه. تفضلي. حبة البطاطا هاي اللي انت اكلتها شربانة زيت لشبعانة، لانه حضرتك سقطت البطاطا والزيت بعده بارد. ايه ما شو بدي اقعد انطره انا؟ ما انت عطول بصلتك محروقة، انت هيك عطول بكل شيء. انت ما تركزي على الزيت وعلى الهي وعلى ولا على الطعمة ولا على الملح، ركزي على القرشة. على القرشة ما هو شفتها هذه على التيك توك انا. ما انت لازم ما تحضر شيء بقى. وسخت الغاز، وسخت الارض، وسخت سطل الزبالة، وقال البطاطا ما بتتاكل راحت للكب، وحطيت كيلو ملح بقلبها، طقطق قلبي عم بشرب ست شربانة جالون مي يا زلمة. مين مسلطك عليها؟ مين قال لك اقتلها ببرودك؟ مين قال لك ضل يشتغل فيها لحتى تفقع مرارة؟ ليه عم يشتغل فيكي؟ انت بتكبر الامور. انا بكبر الامور؟ احكي لهم قصة الغسيل الابيض ولا بسكت؟ انا كنت عم بساعدك، عم بغسل لك الابيض. اذا واحد قال لك الابيض ما تدقروا يا حبيبي، لانه ناطرين لحط الغسيلات كلهم مع بعض لانه ما في مي، بتقوم انت بتتركني لروح على الشغل بتحط الابيض طب اسالني، ما معك تليفون؟ بتحكيني مليون مره بالنهار. غسلت نص غسلة ابيض وكل الابيض تبعولنا بالسلل ومحطوطين وبلوز المدرسه بسله الاوضه. ما لي خلق ابرم انا بالغرفه. خلص موجودين برا. ليه تحط الغسيل؟ عم ساعدك عشان ما تتعبي. يقبرني اللي بيساعدني، انا بتساعدني لما ترتاح، بيكون اقل ضرر. انا برتاح لما اشوفك مش تعبانه. انت بترتاح لما بس تشوفني بس على طول بتطلعيني بسواد الوجه وهيك بتقعد يا حرام قلبي. انا عم بحاول ساعدك. طقطق عليك. طب هلا بالنسبه للمطبخ شو بنعمل هلا؟ شو بتعملي؟ بدك تقومي تمسحي الزيت. يعني انت بتقلي حبه بطاطا وانا بشتغل ساعه بالمطبخ. حبتين. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعطيني الصبر بس. الصبر. الله يصبرك. عن جد الله يصبرنا. شو انا عم بقول لك الله يصبرك. شو؟ جمعا حبيبي. الله يخليك. الله يحفظك. بسم الله. تعالوا نشوف شو بيصير هلا. بابا عايزتك بموضوع، حقعد لانه موضوع شوي طويل، بس ما بدي اياك تعصب علي، يعني بدنا ناخذ الموضوع برواق بجديه بحنيه هيك، يعني مواضيع سيسه. عرفت قصدي يعني؟ شو؟ عم تحكي معي؟ شو بدك بابا؟ بدي احكيك بموضوع بس انا ما تعصب. ليه بدي اعصب؟ شو مرة حكيتيني وعصبت؟ لا ابدا بابا انت ايه شو بدك؟ بس كان بدي اسألك قد ايه حق مثلا من قشة الجبنة؟ 180,000. 180؟ ايه انا حافظها. قد ايه حق العلكة؟ ما في علكة تحت 70 60 65,000. طب شي هيك خفيف، كيس شيبس. شيبس ارخص واحد 100,000. 100. ليش شو بدك تفتحي محل؟ لا بس انه هيك كان بدي اسألك انه انت عارف الاسعار، ليه كل يوم بدك تعطيني 50,000 على المدرسة؟
انا شو بشتري بال50,000؟ عم بتجاوبي ابوكي أنا؟ ووضحة. وهيدي ستك جميلة معلمتك، حكيتي مع ستك جميلة وليه على التليفون؟ انا؟ لا. مين علمك علي؟ ما حدا بابا، بس انه ما عم بقدر اشتري شيء. ما في شيء ب50,000؟ ما في ولا شيء ب50,000. انت مي حتى. شوفي يا بابا، شوفي ايام المدرسة هي ما عندك انت رفيقة؟ بلا. ايه، بتشتري انت وياها كيس بطاطا، بتدفع انت نص حقه وهي نص حقه. شو بتعمل؟ بكون انت اكلتي بطاطا وكل زيادة انت بالتهريب بضل معك مصاري من ال50,000. بدك علكة قليلة، شاركيني بحق العلكة. شاركي يعني دبري حالك يا بابا. انت ليه ما بتصمدي؟ ايه؟ نحن من زمان كنا نصمد، كان اهلنا يعطونا الخرجية نصرف شوي ونصمد ليصير معنا كثير بنشتري الشغله الكبيره اللي بدنا اياها. اللي ما بتصمد. شو هالجيل انتو؟ طب منقوشة الجبنة انت قلت لي حقها 180,000، بدي اجمع مصروفي 3 ايام تاكل منقوشة. كل شيء بتوصلي له بسهوله مش طيب، بدك تتعبي. بابا الواحد بده يرسم هدف، يعني ارسمي هدف انت مثلا انه انا بعد جمعه او بعد اسبوعين بدي اكل منقوشة جبنه. بتضبي كل يوم 10,000 على 18 يوم بيطلعوا 180,000. بكون ضعفت ومتت بهال 18 يوم، بتكون انقرضت منقوشة الجبنة. انت قايل لامك انه انا عم بعطيكي 50؟ لا خلص حقلها ما بدنا لحظة، ما هي تعطيني 100 لاعطيك. طيب شو؟ اوكي سمعتيني؟ هلا فهمت، لانه انا بس قلها لماما عم بيعديني مصروفي بتقلي اف ليه؟ هلا حلها ليه؟ لا انا قررت انه من بكره الك 100,000 80,000 80 كل يوم. ايه وال20 الباقيين؟ اي 20 بابا؟ انت قلت 100. ما قلت انا، حكيت بقلبي انا. تسمعي ما في القلوب.